تعلم الطيران، نصبح طيارين. من بعد سنذهب إلى فرنسا لتكميل التدريب العسكري. فقط تدرسوا دراسة نظرية وبعد ذلك الدراسة العملية بعد ذلك؟ لا، الدراسة العملية ليصبح طيار، من بعد الدراسة العسكرية. تدرس طيار عملي أولا. أي كون خريج ضباط. لكنكم عدتم بعد ذلك وذهبتم؟ ذهبنا إلى فرنسا لمدة 4 أشهر، طرنا على طيارات خفيفة. من بعد فرنسا، من بعد 4 أشهر رجعنا إلى مراكش، اللي كانت في مراكش مدرسة فرنسية لتدريب الطيران الفرنسيين، ولهذا أصبحنا أول فوج اتصلنا في مراكش للتدريب على الطيران مع الفرنسيين. وهذاك الوقت كان الحرب أشد ذروها في الجزائر، وكانوا يدربون الطيران في مراكش ويذهبون بهم إلى الجزائر ليقصفوا من المغاربة من مراكش. يعني الطيارون من مراكش لما يكمل التدريب دياله يذهب إلى الجزائر. يعني الآن الجزائر، الثورة الجزائرية بدأت في العام 54 وظلوا الجزائريين يقاتلوا إلى العام 62 حتى حازوا على الاستقلال. في الوقت الذي حازت فيه المغرب على الاستقلال عام 55، لكن بقي الفرنسيين في المغرب بقوا وكانوا يدربوا الطيارين المغاربة على الطيران ويطلبوا منكم أن لا، نحن الفوج الأول الذي ذهبنا إلى مراكش لنتدرب على الطيران مع الفرنسيين. إذن قلت لأن كانوا يدربون الفرنسيين الطيران، ومن بعد تدريبهم الفرنسيين يذهبوا بهم إلى الجزائر. هم الفرنسيين ليس أنتم المغاربة؟ ليس. نعم. إذن من بعد تدنا نقطة على السطر حتى نفهم كيف كانت تسير الأمور. فرنسا منحت الجزائر الاستقلال عام 1955، لكن الفرنسيين بقوا في المغرب. أيوه. وكان سلاح الطيران أو فيلق الطيران الرئيسي في المغرب حتى بعد الاستقلال يقوده فرنسي. والفرنسيين هم الذين كانوا يقومون بتدريبكم أنتم على الطيران. وكانت الطائرة تقلع من مراكش لتقصف الجزائريين الذين كانوا يقومون بالثورة ضد الفرنسيين. لم تذهب الطائرة إلى الجزائر، بات الطيارون الذين أكملوا دراستهم في مراكش. هنا نستطيع أن نقول أن الذي أسس القوات أو الفيلق الجوي، القوات الجوية المغربية، هم الفرنسيين. هم الفرنسيين. عام 1900